السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وعافية وسعادة، واسأل الله ان يحسن ما بين ايديكم يا رب، وتستفيدوا معانا ان شاء الله دايما ودائما يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعضينا وصفة صحية حلوة قوي تعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ معاكم صلوا على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو انتوا اول مرة تشوفونا يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة وكومنت جميل زيكم. ولو انتوا موجودين معانا بالفعل يبقى يا ريت تدعمونا باللايك، بابتسامة، بقلب، بأي حاجة، عشان نتحفز ونستمر اكتر واكتر، وفيديوهاتنا كمان تنتشر لغيركم باذن الله. يلا بينا عشان نبدا وصفتنا. يلا بينا. ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. ونبدا سريعا مع بعضينا على الوصفه ان شاء الله. معانا بيضتين بلدي او بيضتين مستورد مفيش مشكله. معانا 3 معالق شوفان مطحونين في البيت يا جماعه. معانا قرنبيطه وسط. معانا حبه خضره محشي مش كتير قوي، ولو انت بتحبهمش مفيش مشكله حطي كزبره ناشفه. معلقه صغيره من الكركم، من الملح، من الفلفل الاسمر، من الكمون، من الشطه، وممكن تحطي بابريكا. هنحط دلوقتي البيضتين نخفقهم مع بعضين في وعاء او في بوله، وهنحط عليهم البهارات زي ما انتم شايفين، وهنخفقهم مع بعض سواء بالشوكة او بهراسة بتاعت البطاطس، مفيش ادنى مشكلة، او بالمضرب اليدوي. فالمتاح عندنا بنحاول على قدر الامكان نجيب الايسر لينا، نعمل حاجة تعوقنا في اي حاجة سهلة علينا ان شاء الله باذن الله. ونحاول على قدر الامكان نشوف البدائل اللي هي المتاحة لينا، نحاول نقلبهم كويس جدا مع بعض او نخفقهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وهننزل عليهم ب3 معالق شوفان المطحونين. أكلة صحية 100%، حلوة جدا، مريحة والله، وطعمها تحفة. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، وصحة وعافية ليكم ولينا. خلطناهم مع بعضيهم، وهنحط عليهم هنهرس القرنبيط المسلوق او الشفلور، زي ما يسمى في بلدنا الشقيق الجزائر، او الزهرة زي ما يسموه برضو اخواتنا المغاربة. نحاول نهرسهم كويس جدا مع بعض. عايزاها خشنة شوية، عايزاها ناعمة، ده زي ما تحبي. هنحاول ننزلهم على الخليط ونقلبهم. زي ما احنا عارفين طبعا القرنبيط طلع، وعايزين طبعا طرق غير تقليدية، فان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. ونحاول نبطل المقليات والتحمير عشان خاطر صحتنا، وكمان نحافظ عليها لان هي نعمة ربنا اداها لنا. كده خلطنا كله مع بعض زي ما انتم شايفين. هنحاول ننزل بقى بالخضرة ونقلبهم مع بعض، وكمان قرن فلفل حامي مع رومي مع فصين توم. التوم ضد حيوي طبيعي، وكمان بيرفع المناعة، يعني حاجة كويسة. والفلفل فيتامين سي عالي جدا، اكتر من الليمون كمان. طبعا والخضرة مش عايزة اقول لكم على فوائدها برضك، يعني ما شاء الله المبارك لا حصر لها. كده خلطنا كله مع بعضيه خلاص، ودقناه برضو كمان عشان تشوفي الحقيقة مظبوط ولا لأ. وندهن الصينية سمنة بلدي او زبدة او زيت نباتي صحي المتوفر عندك. هنحاول ندهنها كلها وننزل بيها على طول ونسويها. طبعا زي ما انتم شايفين كده الوصفة بسيطة جدا وسهلة، وان شاء الله تبقى يسيرة عليكي وتقومي تعمليها، ويا رب تعجبك بإذن الله. والله بجد يا جماعة، وعن تجربة طعمها حلو قوي. مش هتندمي ان انت عملتيها، ومش هتخسري كتير طبعا، وفي الاول وفي الاخر هتتاكل لانها طبيعية وجميلة ومغذية. بصوا احنا سويناها، هنحاول نحطها على بوتاجاز من فوق، وكل شوية تلفيها وعليها الغطا عشان يكمل معاها السوا. تمام. وهنحطها في تحت الشواية عشان كمان تاخد لون. بس قبل ما نحطها هندهن وشها برضو سمنة بلدي او زيت صحي او المتوفر عندك. زي ما انتم شايفين كده حطيناها على البوتاجاز، وكل شوية بنحاول نلفها. المؤشر هيديكي من الجناب كده لون احمر شوية، وغطيناها عشان تكمل سوا. طبعا هي كلها مستوية اصلا، بس احنا عشان خاطر يخليها تستوي اكتر، والبيض طبعا ني وكله يبقى واخد من بعضيه. زي ما انتم شايفين كده حطينا رشة سمسم لما حطينا دهنة السمنة البلدي. طبعا ليكي ان انت تحطي كمان بذور شيا، بذور كتان، جنين قمح، حبة البركة، حطي اللي انت عايزاه فيه، وكملي المواد الغذائية فيها اكتر. وبصوا شكلها اللهم بارك يفتح النفس بجد، يعني حلوة جدا كشكل وكطعم، تحفة اللهم بارك.
اتمنى ان شاء الله تكون وصفتنا عجبتكم، واذا عجبكم الفيديو شيروه عشان غيركم يستفيد بيه، وحفزونا باللايك بالكومنت جميل زيكم، ويا ريت كمان يكون بذكر الله، هيبقى جميل جدا منكم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.